السلام عليكم يا شباب، اهلا بكم فيديو النهارده. ان شاء الله النهارده هنشوف ازاي نشتري باقات في بي اس ان ات ان. طبعا بعد ما تخلص ال 14 يوم مجاني تبدا بقى عايز تشغل ان ات ان لشغلك او حتى تبني مشاريع لعملائك. فهقول لك افضل طريقه، وكمان ليه بنستخدم في بي اس مش هنستخدم ان ات ان كلاود. طيب بكل بساطه هنستخدم في بي اس لان اسعار ان ات ان كلاود بتبدا من $20 وانت طالع. طبعا اسعار بتكون عاليه، وكمان ليك ليميت يعني 2500 اكسكيوشن، دي 2500 ريكوست بس على الورك فلو كله. فطبعا حاجه بتكون مش افضل حاجه، يعني مش افضل اختيار. فهنختار منصه رؤيه اي اي. طبعا هتكتب في السيرش عندك رؤيه اي اي، تمام. اول اختيار هيجي لك، تفتح هتسجل بدخول جوجل بكل بساطه، وتبدا هنا تختار من الجنب ان سيلف هوستد، تمام. طيب هنا قدامك 3 باقات، طبعا الاسعار بالجنيه المصري. هسيب لك برضو في الديسكريبشن اسعار لو انت حابب تشوفها بالدولار. تقريبا اول باقه ب $4 او اقل من $4، $3 90 سنت، وهكذا للباقي. طبعا تختلف كل باقه عن الثانيه بس في الموارد، تمام. طيب هنا الميزه ايه؟ unlimited work flow unlimited execution كمان. يعني انت مش محتاج ليك ليميت معين على اي باقه، لا انت مفتوحه معاك، بس اللي هيكون حاكمك هو الموارد بتاعت كل باقه، تمام. والسعر هنا الميزه مش بيزيد عندك، يعني السعر ثابت زي ما انت، تمام. وهنشوف دلوقتي مع بعضنا ازاي نقدر ندفع. طيب هنختار هنا الباقه مثلا السمول، وانا لسه هبدا، تمام. وعندك هنا تختار مثلا انت عايز تاخد الفي بي اس كام شهر. طيب انا ممكن اخد شهر 3 شهور، هختار 3 شهور، تمام، تبقى ب 600 جنيه. طيب هنا املى البيانات، هنا احط رقم الواتساب الخاص بيا عشان الدعم يقدر يتواصل معايا لو في اي حاجه، لو عايز تواصل مع الدعم بعدين. فرقم الواتساب بتدخله هنا، تمام. وهنا السب دومين، هنا كمان بيوفر لك انت مش محتاج تشتري دومين، انت عموما هتدخل السب دومين او الدومين اللي انت عايز تخلي عليها اسم الفي بي اس. طيب انا ممكن اختار هنا حجاج، هيكون حجاج.رؤية.com، تمام. طيب هنا قسم الاحاله او نظام الاحاله هبقى اشرحها لكم في اخر الفيديو ازاي تكسب اصلا ان ات ام مجاني لمده شهر، تمام. طيب وهنا هنختار طريقه الدفع فودافون كاش، انستا باي، كريبتو، تمام. انستا باي، تمام. خلينا نختار هنا فودافون كاش ونحدد الرقم اللي هنحول عليه، تمام. بعد ما نحدد الرقم هناخد الرقم كوبي ونبدا نحول عليه طبعا من محفظتنا او ايا كان طريقه التحويل، تمام. هنا في جزء برضو ترانزاكشن اي دي، ده بيكون في الايصال الدفع، بيكون في حاجه اسمها ترانزاكشن اي دي بتضيفه، تمام. طيب وهنا هنرفع السكرين شوت الخاصه بالتحويل نفسه، الايصال، تمام. ونيجي هنا نعمل جيت ماي ان ات ان، وتقريبا 5 دقائق. طيب انا حامله البيانات وهرجع لكم تاني نمشي خطوه خطوه. طيب يا شباب احنا هنا مالينا البيانات، تمام، وخلصنا عمليه الدفع. ودلوقتي خلينا نخش على في الجنب هنا على ماي سيرفيسز، تمام. ممتاز جدا، ظهر قدامنا دلوقتي الفي بي اس ان ات ان، الباقه موجوده، تمام. حتى الدومين حجاج.رؤية.com، تمام. برضه نشيك على الاكسباير او التجديد، هيكون في شهر 5 بعد 3 شهور تقريبا بعد ما اخترنا الباقه. طيب خلينا نضغط على الاوبن اب. ممتاز جدا، فتح قدامنا هنا صفحه ان ات ان لانشاء الحساب. طيب هنا هنضيف الايميل، خلينا نضيف الايميل كده. طيب حتى الايميل برضو لو انت كنت مستخدمه على ان ات ان كلاود مفيش مشكله، تقدر تستخدمه تاني، تمام. طيب وخلينا كده نضيف الباسورد، تمام. ممتاز جدا، فتح معانا حاليا ان ات ان جيت ستارتد، سكيب دلوقتي. طيب وعايزين برضو نتست كده، خلينا نخش على ورك فلو نشوف الشكل يكون عامل ازاي. طيب وخلينا نتست كده مثلا اي نود، خلينا مثلا تريجر. طيب خلينا نضغط كده اكسكيوت. ممتاز جدا، اشتغل معانا 100%. طيب يا شباب دلوقتي انت عندك هنا على الباقه unlimited work flow زي ما بلغتك، unlimited execution، مفيش عدد execution او request معين، تمام. طيب وبرضه في شباب بلغوني ان مثلا انا عايز اشتري من هوستنجر، او ايه الفرق مثلا بين رؤيه اي اي وهوستنجر. طيب بكل بساطه هوستنجر في شباب اشتكوا برضه من ناحيه ان اول شهر مثلا بيبدا معاك من $8، وهقول لك كمان ليه. $8 او $9، بعد كده تاني شهر بيطلع معاك لحد $14. السعر $5 ده لو انت هتشتري سنتين السيرفر الفي بي اس.
فطبعا سنتين بعض الشباب برضو يعني مش عايز يجرب الاول اول شهر، عايز يجرب مثلا كام شهر معينين، طبعا مش هيدفع مثلا ايه حق سنتين وبعد كده ممكن ما يستخدمهوش، فبيفضل طبعا ان هو يستخدم شهر، فالشهر بيقف عليه من $9 تقريبا. بعد كده بيبدا الباقه ترجع معاه ل $14. تمام. وتقدر هنا زي ما بلغتكم عن الرؤيه بكل بساطه تقريبا في 5 دقائق خلصنا، جبنا الفي بي اس ان ات ان وشغلنا وجربنا وكله تمام. وحتى هنا تقدر تشحن كمان اوبن راوتر كريدت لو انت برضو عندك مشكله في الدفع الدولاري. تمام. وتقدر تستخدمها على ان انت تضيف مثلا الايجنت وتضيف له الشات موديل يكون من اوبن راوتر عليه كل الموديلات تقريبا. بس يا شباب، وكده يبقى خلصنا النهارده في الفيديو بتاعنا، وان شاء الله نشوفكم فيديو تاني. شكرا.